النهاردة جولتنا مختلفة في مكان مليان أسرار وحكايات. الكنيسة المعلقة اللي اتبنت فوق برجين من حصن بابليون الروماني. ويلا بينا نبدأ جولتنا في حتة من مصر. ليه اتسمت بالكنيسة المعلقة؟ لأنها اتبنت فوق برجين من أبراج حصن بابليون، فبانت كأنها متعلقة في الهواء. طيب موجودة فين الكنيسة دي؟ في حي مصر القديمة، القاهرة القبطية، جنب محطة مترو ماري جرجس وبجوار المتحف القبطي. ولما تحب تدخلها لازم تطلع 29 درجة سلم، وعلشان كده زمان كانوا بيسموها كنيسة الدرج. طيب أبعادها قد إيه؟ طولها حوالي 23 متر ونص، عرضها حوالي 18 متر ونص، وارتفاعها حوالي 9 متر ونص. مين اللي بنى حصن بابليون أساسا؟ اللي بناه الإمبراطور الروماني تراجان في القرن الثاني الميلادي، وبعدها جه الإمبراطور أركاديوس في القرن الرابع ووسع الحصن وقواه. ومين اللي بنى الكنيسة المعلقة؟ الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين، وبنتها في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، مستخدمة البرجين بتوع الحصن. طيب الكنيسة على ارتفاع قد إيه من سطح الأرض؟ حوالي 14 متر، وده ممكن تشوفه بنفسك جوه الكنيسة. في جزء معمول بزجاج بيبين أول برج بالكامل، والبرج التاني تقدر تبص عليه من شباك قدام الكنيسة. طيب هما ليه اختاروا المكان ده تحديدا؟ لأنه نفس المكان اللي احتمت فيه العيلة المقدسة، العذراء مريم والطفل يسوع والقديس يوسف النجار، وقت ما هربوا من هيرودس وقضوا في مصر 3 سنين. الكنيسة اتبنت على أي طراز؟ على الطراز البازيليكي. يعني الكنيسة متقسمة ل3 أجزاء، لكن في الحقيقة تصميمها مميز ومتقسمة ل4 أجزاء. طب الكنيسة شكلها إيه؟ الكنيسة في العموم ليها 3 أشكال، يا إما دايرة يا سفينة يا صليب. والكنيسة المعلقة اتبنت على شكل سفينة، والسفينة دي مستندة على إيه؟ على 8 أعمدة من ناحية اليمين، و8 أعمدة من ناحية الشمال، و3 أعمدة في النص. طيب ليه رقم 8 تحديدا؟ لأنه بيرمز لل8 أشخاص اللي دخلوا فلك نوح. نوح وزوجته وأولاده ال3، سام وحام ويافس وزوجاتهم ال3. وال3 أعمدة اللي في النص بيرمزوا لإيه؟ بيرمزوا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. وهنا الكنيسة عايزة تقول لنا زي ما الفلك كان رمز للنجاة زمان، الكنيسة كمان رمز للنجاة من العالم الخارجي.
طيب ايه حكاية الإنبل أو المنبر؟ الإنبل بيرجع للقرن ال 12 ميلادي، وفي رأي تاني بيقول إنه من القرن الخامس، معمول من الرخام. وواقف على 13 عمود. ليه 13 عمود بالظبط؟ أول عمود واقف لوحده وبيرمز للمسيح له المجد، وال12 عمود التانيين بيرمزوا للتلاميذ اللي المسيح بعتهم يبشروا العالم 2-2. طيب ليه في عمودين لونهم غامق، واحد رمادي والتاني اسود؟ دول بيرمزوا للبشارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كأن الكنيسة بتقول المسيح جاي لكل البشرية مش لناس معينة. طيب عدد الهياكل كام؟ 6 هياكل. ثلاثة في الشرق للعذراء ويوحنا المعمدان وماري جرجس، و3 في الداخل تكلا هيمنوت الحبشي، القديسة دميانة وماري مرقس الرسول. طيب ايه الرموز اللي هنلاقيها هنا؟ اهم رمز موجود هو السمكة، وحكايتها طريفة جدا. كلمة سمكة باليوناني اخسس، يسوع المسيح ابن الله المخلص. كمان بترمز للحياة الأبدية، لأن وقت الطوفان نوح دخل الفلك ومعاه كل الحيوانات ما عدا السمك، وده لأنه عايش في المية ونيجي لوحده. وكمان أيام الاضطهاد كانوا المسيحيين بيستخدموا السمكة كعلامة سرية، واحد يرسم نص سمكة على الأرض، ولو اللي قدامه مؤمن يكملها، وكده يعرفوا إنهم إخوة مش أعداء. وعلشان كده هتلاقي رمز السمكة موجود على كل دكك الكنيسة. طيب الكنيسة فيها كام أيقونة؟ حوالي 110 أيقونة من القرن التاسع للقرن ال18. أشهرهم أيقونة العذراء الموناليزا القبطية. ليه سموها الموناليزا القبطية؟ علشان واخدة التقنية اللي اترسمت بيها الموناليزا، أول ما تبص عليها من أي اتجاه هتلاقيها بتبص عليك. ايه اهم الاحداث اللي حصلت فيها؟ اولا كانت اول مقر للبطاركة في القاهرة بعد ما الكرسي البابوي اتنقل من الاسكندرية، وظلت مقر لمدة 7 قرون كاملة. ثانيا حصلت فيها معجزة نقل جبل المقطم في القرن العاشر، وقت البابا إبراهام بن زرعة البابا رقم 62. العذراء ظهرت له جوه الكنيسة قدام عمود معين، العمود اللي احنا واقفين قدامه، ونور العذراء أثر على الرسم الموجود وخلاه ما يتمسحش أبدا. ولو بصينا كويس هنلاقي كل الأعمدة الرسومات اللي عليها اتمسحت ما عدا العمود ده. الكنيسة فيها ذخائر مقدسة، فيها جزء من زنار العذراء مريم، جزء من خشبة الصليب، جزء من الحجر من القبر اللي دفن فيه سيد المسيح، وكمان فيه مخزن الميرون، وده دليل إنها كانت مقر بابوي مهم لفترة طويلة. ودي كانت جولتنا في الكنيسة المعلقة. مش مجرد كنيسة، دي رمز للنجاة ومكان مليان أسرار بيربط التاريخ بالإيمان. ولو اللي بقدمه بيعجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وكمان شارك الفيديو مع أصحابك علشان نوصل الحكايات دي لأكبر عدد ممكن.